السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده خبز الشعير. انا جبت الشعير من عند العطار، نقيته ونقعته ليله كامله، وتاني يوم رحت حطاله مثلا لو كوب شعير هنحط له كوب ونص ميه وشعرة ملح ونطحنه في الخلاط لحد زي ما انتم شايفين كده اهو. بجيب بقى طاسة، بص طحنته بس التصوير فصل اللي هو اللي انا كنت بطحن فيه، وانتوا طبعا عارفين الشعير وهتشوفوه على الصورة المصغرة. زي ما انتوا شايفين السمك بتاعه اهو، حطيت له شوية ملح وشوية كركم، ومولعة هنا على طاسة تيفال كنت حاطة فيها شوية زيت اهم، هفضيهم وهبدأ اخلي الرغيف مش رفيع ومش تخين علشان خاطر يستحمل النار. مفيش لا بيكنج باودر ولا حاجه، هو الفلفل الملح والكركم هحطه على نار متوسطه، واول ما يشد كده هوريه لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بدا يشد اهو الوش، مش هقدر اجي جنبه خالص الا لما احس ان هنا مفيش سوائل، نبدا نقلبه على الناحيه التانية. بصوا حبايبي قلبته على الناحيه التانية لما لقيته خلاص شد، هسيبه برضو هنا على نار متوسطه عشان خاطر ان هو يستوي عدل. هو بياخد وقت على السوية علشان خاطر احنا بنعمله على نار متوسطة عشان ما يتحرقش. بصوا بدأ اهو يقلب اهو، هنسيبه براحته ونرجع له تاني. وكده يا حبايبي هنطلع اول رغيف زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم هو بياخد وقت. وهنعمل التاني، ابعد بس الطاسة عن النار، ولو في اي حاجة لازقة هشيلها. وهنبدأ بقى ننزل برضو حبة كده، برضو لا تسخين قوي ولا رفيع قوي عشان نعرف ان احنا نقلبه. ونحطه على النار ونستنى برضو اما يستوي ونشوفه. وكده يا حبايبي عملنا العيش اهو بطريقه بسيطه، عيش اللي هو العيش الشعير. طبعا هو لونه كده عشان خاطر الكركم. يا رب يعجبكم الطريقه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.